السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ويوم سعيد عليكم وكل عام وحضراتكم بخير. دعوة نادي الزمالك للنادي الأهلي في زيارة ليه، أنا شايف والله إنها خطوة ممتازة جدا جدا، بعيدا عن اللي بيتكلموا عن السوشيال ميديا واللي عايزين خراب البلد. المفروض إن النادي الأهلي يرفض، وكان على النادي الأهلي إنه يرفض ويلبي إنه يرفض دعوة نادي الزمالك حضوره او زيارته في نادي الزمالك. انا شايف ان قرارات النادي الاهلي بتتاخد عن اقتناع من ادارة النادي الاهلي، مش علشان اي حد ولا من فوق ولا من تحت. انا شايف ان النادي الاهلي منظومة شغالة على اعلى مستوى، الناس بتفكر صح، الناس بتتكلم صح، الناس بتتناقش مع بعضها قبل اتخاذ اي قرار، وبناء عليه لبوا دعوة نادي الزمالك. وانا شايف انه قرار صائب جدا جدا جدا، وبتمنى ان العلاقات تكون ممتازة بين الفريقين، لان ده في مصلحة المنتخب والناديين، في كل حاجة في مصلحة الكرة المصرية. وده ان دل يدل على عقلانية النادي الأهلي أو إدارة النادي الأهلي أو تفكير النادي الأهلي، التفكير السليم جدا جدا. وطبعا في ناس بتقول إن النادي الأهلي ما كانش هيلبي الدعوة دي لولا إن كابتن حسين لبيب أسقط عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك. أنا شايف إن الأمور ارتبطت ببعضها، لكن ده ملوش علاقة. وكابتن حسين لبيب الراجل عايز يعني تكون كويسة بين الفريقين، وده طبعا هيجي في مصلحة المنتخب قبل الناديين. ودي طبعا أهم حاجة اللي هي مصلحة البلد، والناديين كبار جدا، والمفروض يا جماعة إن دي لعبة كرة قدم، والمفروض كمان إن إحنا كجمهور نادي الزمالك ونادي الأهلي، المفروض كجمهور نكون أعقل وأحسن من كده، لأن في النهاية دي لعبة، ودي الوسيلة الوحيدة اللي بتقربنا من بعض. أنا أخويا زملكاوي، أخوك زملكاوي، احنا كلنا واحد، والدي زملكاوي، والدك زملكاوي، والدك اهلاوي. فالامور كلها المفروض تمشي يعني تمشي عادية جدا وبسيطة جدا، لان في النهاية دي لعبة كرة، واحنا بنطلع نتكلم مع بعض، بنتكلم في كرة القدم، وبنحفل في كرة القدم، وبنهزر وبنضحك، لكن في النهاية هي لعبة ليس إلا. وأنا بتمنى التوفيق للناديين. واللي حصل ده أنا شايف إنها خطوة جميلة جدا 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 من فريق نادي الزمالك، إنه بعت دعوة لنادي الأهلي. وكمان الأفضل والأفضل إن النادي الأهلي لبى الدعوة دي ويروح بإذن الله. وبتمنى التوفيق للفريقين. وعايز أقول كمان ألف سلامة على النجم الكبير محمد عبد الشافي لإصابته بقطع في الرباط الصليبي، وبإذن الله يرجع أفضل وأفضل. وطبعا هيرجع طبعا محمد عبد الشافي خلاص، تقريبا كده بالنسبة لكرة القدم خلاص، لكن هو لاعب كبير، وطبعا تاريخه كبير مع منتخب مصر ونادي الزمالك، وأسطورة من أساطير نادي الزمالك والكرة المصرية. وبتمنى إنه يرجع بألف سلامة هو وحمد الونش، إن شاء الله يرجعوا بألف سلامة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك، واللي شاف الفيديو يفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.